مساء هنا وسعادة ورضا. حشنا الحمام بطريقة حلوة جدا. بصوا، الحمام والسمان لازم يتحمر في الزيت، سيبك بقى من الفرن والاير فراير والكلام ده كله. هو اساسي. هو اساسي ان هو يتحمر في الزيت، ده حاجة اساسية. بيدوله طعم، بيدوله لون حلو قوي. آه ب هو زيت، هو بالزيت. معلش الناس اللي بتاعت الدايت والرجيم ومش عارف، لا هو الزيت ما فيش حل يعني. تمام. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف عملنا الخلطة بتاعته ازاي وطلعناه بالشكل الحلو قوي ده. وتحميره حلو جدا، حشوته حلوة جدا، طعمه فوق الخيال. يلا كده نسمي الله ونصلي على الحبيب ونقول يا رب. اول حاجة عملنا له محلول النقع بتاعه وشطفناه كم مرة كده وخلينا المية بتاعته بافتة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده قطعنا بصلة ولفيناها كده في الزيت، وبعد كده نزلنا بالقنصة الاول وسيبناها تستوى شويه، علشان انتوا عارفين ان القنصه بتحتاج تسويه غير الكبد. تمام. ونزلنا بقى على قرفه وليمون، واللهم صل على النبي ورق لوري، وكمان حطينا فلفل اسود، وحطينا كمان قرفه ناعمه، وهنحط كمان ملح. يبقى كده الخلطه الجميله معانا جاهزه. هنسيبها بس تستوي شويه صغيرين كده، وبعد كده هننزل عليها بالرز. بس هنقلها في حله الرز بقى، علشان هعمل الرز بتاعي هاخد منه شويه احشبهم الحمام، وبعد كده هنكمل التسويه بتاعتهم عادي جدا. تمام. اهو نقلهم في الحله بتاعتنا، والرز اللي غسلناه حطيناه عليه، واديناها بقى كام تقليبه كده، ونزلنا عليها بالميه لحد ما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، لحد ما الرز بتاعي يتشرب خالص الميه. بعد كده زي ما قلت لكم هاخد منها للحمام، والباقي هوطي عليه يتلدن او يستوي، علشان يعني يبقى هو ده وجبه الغداء بتاعتنا، مش هعمل رز غيره. تمام. الحمام يعني رز بخلطة الكبد والقوانص اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدأ طبعا اخد منه، هو كده تمام تشرب ميته، اخد منه بقى الحمام لانه لسه هيكمل تسوية في التسوية مع الحمام. هو كده طبعا مستوي، هو يا دوبك تشرب المية بس، فانا اخدت الكمية دي علشان هعمل بقى الحمام، وهحط بقى على الباقي ده يستوى معايا. ريحته ما اقولكوش، ريحته تحفة جدا. طبعا لو عايزينه اغمق من كده ممكن تزودوا له بهاراته عن كده كمان. هبدأ بقى بالمعلقة كده وحشي، وما شاء الله اللهم بارك. احلى حاجة في الحشوة لما بتحشيها رز ما بتقعش منك، يعني انت بس بتقفلي، فطبعا الرز بيمسك في بعضه كده حتى لو هو مفلفل. او تحشيها لحمة مفرومة بتبقى عاملة زي صبع الكفتة كده، فبتلاقيها معاكي متماسكة وحلوة، ما خيطتش ولا عملت ولا قفلت بخلة ولا عملت اي حاجة. عملت كده زي ما انتم شايفين، وحشيت قلبها من جوه، وكمان الرقبة اللي تنفع تحشى حشيتها، واللي ما نفعتش ما حشيتهاش. وفي ناس بتحطها في الكيس الحراري، بتحط الحمام في الكيس الحراري وما بتحتاجلوش شوربه، بس انا بحب شوربه الحمام وعملت له شوربه عادي جدا. اهو زي ما انتم شايفين. بقولكوا الرقبه اللي تنفع تستوي تتحشي بحشيها، ما تنفعش خلاص بحشي على قد قلبها وبس. تمام. ونقفل كده بقى مع بعض. الحمام بتاعي الحمد لله جايباه مني احلام، الله يبارك له ويشفيه ويعافيه. اخويا حبيب قلبي واديله الصحه والعافيه يا رب العالمين. جايبهولي، وانا قمت بقى ايه عاملاه زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى تغيير بقى عن الفراخ وعن الحاجات دي، بقى حاجه جايه لنا بقى، ما نستغلهاش ليه؟ احنا نستغلها ونستغلها ونستغلها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. حطينا بقى جبنا الحله بتاعتنا، وجبنا فيها بصله متقطعه ومستكه وحبهان وكمان فص من الثوم. وهبدا ارص ادي الحمام بتاعي تشويحه كده الرز خلص، وعملنا كمان بسله. وعملنا اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. عارفين بقى من المرتة دي بصلة، فلفل اسود، كركم، ملح، حطينا جزر، حطينا طماطم، حبايه طماطم واحده، وقلب لحد ما كله ياخد من بعضه كده التشويحه الجميله دي. في ناس تحط الميه وتغليها وتسقط فيها السمان، لا انا بحب التشويحه دي، وبحب ريحه التشويحه فيها، يعني بحب اشم الريحه كده. وبعد كده شايفين جمال الشوربه وحلاوتها، استوى معايا زي الفل. هنطلع نحمر بقى وبألف هنا.